يا مساء الفل، وحشتوني 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 بجد، وحشتوني من هنا للسنه الجايه. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوا الفيديو ده. وحشتوني بجد قوي قوي قوي. جاي لكم النهارده وكل حماس، وان شاء الله ان شاء الله ما نقطعش يوتيوب تاني، علشان بجد في حاجات قوي في حاجات كتير قوي بتشغلني على يوتيوب، فان شاء الله المره دي نستمر ونكمل. المهم انا مش جايه لكم بايدي فاضيه خالص، انا جايه لكم بحاجه كان نفسي اعملها قوي قوي من زمان، وكان نفسي اعملها مظبوطه، شكلها شيك تحفه. الحمد لله الحمد لله يا جماعه، انا عملت البراند بتاعي لاكتر حاجه انا بحبها. في حاجات كتير قوي قوي بحبها، منها الاسدالات، فانا عملت براند ببيع فيه اسدالات. طبعا الاسدالات تصميمي، انا اللي شاريه القماش، انا اللي مصممه، انا اللي عامله كل حاجه، يعني مش جايبه الحاجه من حد او من مصنع معين وببيعها وباخد فيها مكسبي وخلاص. عامله كل حاجه يا جماعه من A to Z. فبصراحه انا متحمسه قوي قوي، ودي اكتر حاجه مخلياني متحمسه للبراند، لانه البراند فيه هويتي انا، في لمستي انا، بيعبر عن شخصيتي انا. هوريكم كام حاجه كده، هوريكم اسدالين تقريبا او 3 دلوقتي من الاسدالات اللي انا عاملاها، وهنغلف دلوقتي الاوردرات مع بعض. طبعا انا بغلف الاوردرات بطريقه شيك جدا عشان توصلكم بطريقه حلوه وتوصلكم بشكل حلو، كمان بحط لكم هدايا مع الاوردرات، فهتشوفوا دلوقتي كل حاجه. خلينا نبدا باول اسدال التحفه ده. طبعا انا عامله خامات كتير قوي، يعني عامله نازله بكوليكشن 9 اسدالات، عامله فيه خامات كتير، اشكال كتير، ستايلات كتير، كل حاجه كتير. المهم ده كده اول اسدال. طبعا اول حاجه انا عملتها في الاسدال ان الطرحه تكون منفصله علشان تبقى مريحه جدا جدا في اللبس وما تضايقناش، لان انا ما بحبش الاسدالات اللي الطرحه بتبقى فيها متصله. هنعتذر عن اي دوشه بنتي عاملاها. المهم تاني حاجه عملتها انه الطرحه يا جماعه شايفين بجد، يعني شايفين بجد طولها، ومش كمان طويله، ده كمان عريضه جدا جدا، فبتغطي مساحه كبيره. هنا مستخدمه في كل الاسدالات اللي انا عاملاها ستان، هو ستان ارماني، وده من احلى خامات الاسدالات اللي ممكن تلبسوها، الستانات اللي ممكن تلبسوها. شايفين البرنت دي، وكل اسدال نازل يا جماعه في البراند عندي له اسم، ده اسمه سوفت كلاود، لانه بصراحه تحفه، وانا شايفه فيه شكل غيوم كده. تاني حاجه بقى انا بعملها مع الاسدال او بتيجي مع الاسدال، هي الشنطه بتاعه الاسدال يا جماعه، ودي حركه شيك جدا جدا. انا بشوف براندات كتير قوي بتعملها، هي بصراحه مش اختراعي، انا شفت ناس كتير قوي عاملاها فقلت هعملها. ده كده شكل الشنطه باستك من هنا، وطبعا من نفس خامه البراند. وعايزه اقول لكم ان الشنطه دي بس لوحدها واخده 4 متر قماش، وطبعا اللي بيشتغل في الستان الارماني عارف المتر منه بيبقى بكام. لو رايحين في اي مكان هتاخدوا الاسدال في الشنطه الخطيره دي. بعد كده بقى يا جماعه هنيجي للماستر بيس، وهو الاسدال. الاسدال واسع جدا جدا، يكفي ل 120 كيلو يا جماعه واكتر كمان، يعني يلبس اكتر كمان، وطويل جدا جدا، يكفي تلبيس لحد 180 سم، وانا اعتقد مفيش حد فينا 180 سم. المهم ده كده شكل الاسدال، والاكمام طبعا انا عاملاها اولها هنا علشان ما تضايقكيش من هنا. وتاني حاجه انا عاملاها هو شكل الكم ده، حط فيه اساتك، والاساتك دي مستورده فمستحيل تفك او توسع مع الوقت. قولوا لي بقى رايكم تحت في الكومنت في الاسدالات. انا حاسه بجد ان انا ابدعت المره دي، بجد انا تعبت قوي 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 لحد ما اخترت التصاميم، لحد ما اخترت كل حاجه. بنتي بتفضي درج المعالق، ما علينا، دي كلها بتتكوي قبل ما بتروح لكم، بتتعطر، وكل حاجه حلوه بتحصل فيها. هنغلف دلوقتي مع بعض واوريكم انا بعمل ايه، بس عايزه اوريكم كمان يعني اسدال في كل الستايلات. فروحوا عندي على الانستجرام، هسيب لكم الانستجرام بتاعي هنا يا جماعه، لو مش عندي الفتره دي فانتوا بجد فاتكم كتير. جاهزين يا جماعه تشوفوا تاني اسدال؟ ايه الحلاوه والشياكه دي! انا اول ما بشوف الاسدال ده بجد افتكر رمضان على طول، شكله كده فيه طابع رمضاني. طبعا ده كله هيتكوي قبل ما يروح، شايفين تحفه. بس ده طبعا مختلف عن الستان اللي انا لسه موريه لكم، ان هو فيه ملحفه، يعني على شكل ملحفه كده، الاكمام بتاعته واسعه قوي، وطبعا بيتربط من جوه، فلو عايزين في حزام من جوه كده تربطوه من جوه على وسطه بتاعه الاسدال. وخلاص احنا عرفنا وحفظنا انه الطرحه طويله وكمان عريضه مش طويله بتاعه الاسدال. وكمان يا جماعه الاسدال طبعا زي ما قلت لكم واسع قوي قوي، وده على شكل ملحفه، ودي الاكمام بتاعته انا موحداها في كل التصاميم. العشاء بتاذن، هستنى الاذان يخلص واصلي، وبعد كده نيجي نعمل الاوردرات دي كلها مع بعض. يلا بينا بقى نحضر الاوردرات مع بعض. اول حاجه انا بجيب ورق الزبده ده علشان الف الاسدال كويس قوي قوي فما يحصلوش اي حاجه. كمان انا لسه هحطه في كذا حاجه، بس دي ستيب 1. ورق الزبده بيدي شكل حلو قوي قوي للباكج، في نفس الوقت بيحافظ على الاسدال. شكل الاسدال انا طبقته تطبيقه كويسه، حطيت طبعا الاسدال والطرحه والشنطه. بعد كده انا عندي التو برفيومز دول بتوع افوفا، طبعا انا لازم ارش على الاسدال، فبعمل ميكس بينهم، اللي هو اسمه ليدي ميدنس والتاني اسمه لاست تشا. برش من بعيد كده على الاسدال علشان ريحته تبقى حلوه، برش ده الاول.
وبعد كده برش ده زي ما بقول لكم من بعيد كده، وكمان برش على ورق الزبده علشان ورق الزبده الورقيات عامه بيبقى ليها ريحه كده، وانا مش عايزه يبقى ليه ريحه. انا مش عايزه اقول لكم الريحه هنا عندي عامله ازاي. المهم هطبق بقى الاسدال، هطبق ورق الزبده على الاسدال علشان يحافظ عليه. وعندي الستيكرز دي انا عاملاها بنفس اسم البراند. وبالمناسبه يعني انا بغي ده كله نسيت اقول لكم ان البراند اسمه على اسم بنتي، اسمه سيلياس، فاسمه حلو قوي قوي واسمه حلو قوي قوي. وهتقولوا لي ليه اخترتي اسم بنتك؟ عشان بجد انا بحسها بتشاركني كل حاجه في حياتي، وهي سبب الالهام في كل حاجه انا بعملها في حياتي. بجد اتغيرت من لما هي بقت موجوده فيها، فبصراحه ما لقيتش احسن من اسمها للبراند بتاعي اسميه، لانها بجد كل حاجه انا بوصل لها هي السبب فيها، فعشان كده انا سميت البراند بنفس اسمها. بقى الستيكر وهلزق بيه يا جماعه ورق الزبده. هقلب لكم الكاميرا دلوقتي عشان تشوفوا الشكل، بس طبعا مش هكتفي بكده. دي كمان البيبي فلاور ده هحطه في الستيكر كده، هلزقه كده جنب الستيكر. هوريكم دلوقتي طبعا الشكل الباكج هيبقى عامل بقى للخطوه اللي بعد كده، وهي اننا هنحط الكلام ده كله في كيس شفاف علشان برضو الاسدال ما يحصلوش اي حاجه. يعني مش هنحطه في ورق زبده بس ونحطه في الشنطه، لا احنا هنحطه كمان في كيس شفاف. ده كده شكل الكيس. هشيل بقى الاسدال واحطه في الكيس الشفاف من جوه. تمام. بقول لكم الكيس الشفاف ده انا بحط فيه ايه. اول حاجه الكارت ده، وده كارت مكتوب عليه تعليمات الغسيل، وكمان مكتوب عليه او موجود عليه الكيو ار كود بتاع البراند، فلو عايزين توصلوا للبراند هتمسحوا الكيو ار كود ده وهتدخلوا على طول كده يا جماعه. الثانك يو كارد، وده مكتوب عليه كل ايميلات البراند، وده يعني حاجه بسيطه مننا، بنشكركم ان انتوا اخترتوا سيلياس. حاجه بقى يا جماعه هو الكارت ده اللي مرسوم عليه عروسه كده، وانا قصاه من النص علشان بحط لكم فيه كمان توك بالشكل ده كده، وده كده بيكون شكله بعد ما بحط فيه التوكه. طبعا كمان هحط برفان على التوكه عشان يبقى ريحتها حلوه، وهدخلها. دي كده تالت حاجه احنا حطيناها مع الاسدال. بعد كده بقى يا جماعه بنحط خواتم التسبيح اللي هي بتبقى عليها فصوص جليتر دي، فبنحطها مش خواتم تسبيح عاديه، جايبين لكم الخواتم اللي هي بتكون فيها ستراس ده. بس كده. بعد كده بقى هشد اللزق او الشريط بتاع الكيس ده علشان اقفله على الاسدال. بقى الكيس على الاسدال، وده كده يا جماعه شكل الاوردر. وبس شكل الاوردر بعد ما اتغلف. ده خاتم التسبيح، وده الكارد اللي فيه التوكه، وده الكروت كلها يا جماعه كده، وده شكل الاوردر. تعالوا بقى اوريكم الباكج اللي هنحطه فيه الاخر. اخر حاجه يا جماعه هنحط فيها الاسدالات بتاعتنا، وهي الشنطه بقى بتاعه البراند. خطيره. والشنطه دي ينفع كمان تشيلوا من عليها اللوجو. انا ما رضيتش اطبع عليها اللوجو عشان تعرفوا تستخدموها بعد كده. ممكن تشيلوا من عليها اللوجو المرسوم ده وتعملوا وتستفادوا بيها باي شكل او تستخدموها في اي حاجه. المهم طبعا الشنط بتيجي متطبقه، فانا هفردها دلوقتي اهو. وبعد كده بقى هحط طبعا الاوردرين دول رايحين لنفس الشخص، فعشان كده هحطهم في نفس الشنطه يعني. انما لو اوردرات مختلفه فطبعا بحط كل اسدال في شنطه. شكل الاوردر زي ما قلت لكم بعد ما خلص هحطهم بقى يا جماعه. الاوردر التاني بجد الاوردر شكله تحفه قوي، فهحطه كمان. وبس كده. ده كده شكل الاوردر. لو عايزين تعرفوا اي تفاصيل عن الاسعار او الاشكال او الموديلات اللي موجوده، فطبعا هسيب لكم الانستا. انا بنزل كل حاجه، ومش كل حاجه تخص البراند بس، كمان بنزل ستوريز بقى ليوميات لحاجات انا بعملها في البيت، فروحوا على انستجرام. بس كده كده الاوردرات خلصت بقى لاصحابهم، وان شاء الله ان شاء الله يتهنوا بيهم ويلبسوهم يا رب بعافيه وبصحه. انا قلت مش خساره فيكم اوريكم ستايل اسدال لسه ما نزلش اصلا على صفحه البراند ولا نزل على الانستجرام، بس يا جماعه مش خساره فيكم. شايفين بجد وسع الاسدال قد ايه؟ طبعا الاكمام كلها موحده في كل الستايلات. الطرحه طويله وعريضه جدا جدا. الستايل ده خطير. هو الورد اللي فيه ده لونه موف. صباح الجمعه اللذيذ الرايق. ما عرفتش اكمل معاكم امبارح لان انا كان عندي اوردرات كتير قوي عايزه تتعمل، وكمان خرجت امبارح لان بصراحه انا من زمان قوي ما خرجتش. هنعمل السكين كير في ثانيه، وبعد كده هنروح نعمل فطار. انا هستخدم الفيتامين سي ده بتاع كليو. انا مش عارفه حاساه ميه. انا كل فيتامين سي اجيبه احسه ميه، بس انا هحطه بس علشان الاكسده بتاعه بشرتي. ما علينا. انا لسه ما عملتش اي حاجه خالص في اليوم، بس قلت ابدا معاكم الفيديو كده. ويوم الجمعه ده انا ببقى عايزاه يكون هادي ورايق، مفيش اي صربعه، لان انا كل يوم اتصربع. طبعا انا الكوليكشن اصلا بتاع الاسدالات خلص، يعني في حاجات خلصت واتباعت اصلا من قبل ما انزلها، فيعني ما بقيش الا ايتم قليله قوي. يعني خلاص اعتقد الضغط خف، بس لسه بقى في ضغط كوليكشن رمضان.
ان شاء الله يعني نعمل حاجه مختلفه في رمضان. هعمل السكين كير دلوقتي، وبعد كده هروح اولع لي شمعة كده، لان انا مش هينفع اولع بخور لان بنتي تعبانه. ماسكارة حواجب سرح بيها حواجبي سريعا. احط شويه بلاشر علشان انا لما بحط بلاشر خلاص يعني كده انا صحيت. عيني طبعا منفخه جامد جدا، ما كنتش بنام كويس الفتره اللي فاتت. والموضوع يا جماعه طلع صعب جدا جدا، خصوصا لما انتوا اللي تكونوا مصنعين كل حاجه بايديكم. فلا الموضوع صعب واصعب مما تخيلت. ما كنتش بنام كويس خالص الفتره اللي فاتت. اخر حاجه ليب جلاس. ولو يا جماعه ما بتبداوش يومكم كده فابداوا يومكم كده الاول، وبعد كده نشوف ورانا ايه بقى، عشان ده بجد بيفرق في النفسيه وفي اليوم. شويه بادي سبلاش. السبلاش ده ريحته فريش قوي، كانك لسه اخده شاور دلوقتي. البندل دي انا بعشق ريحتها، ومعرفش دي كانت اسمها ايه مش فاكره. المهم يعني ان انا بحب ريحتها قوي، ريحتها فريش كده. هولعها. عارفين ان الشموع دي اصلا عندي بقالي سنتين، وصعبه قوي قوي مش عارفه ليه الفتيل بتاعها ما بيولعش بسرعه، بس تمت المهمه بنجاح. شكلها حلو قوي من فوق. لا ده مش ينفع، ده بنحطه على النار الاول. ايه اوكي. حط حته كمان. اوكي اهو خلصنا. واو. نحط البيض بقى. ماشي. واو. قطعت جوافه وقطعت تفاح وسوري على رجليها اللي جوه الكادر دي. انتي بتعملي ايه بجد؟ ماشي بس بقى كوفي كنت عاملاها امبارح بالليل وما شربتوش، ما قدرتش يعني، هحطكوا في كادر غريب عجيب. ده بقى البيض اللي عملناه. ويا جماعه انا بقيت بفطر بيض علشان بيديني طاقه طول اليوم، وحتى لو اتاخرت في الغداء عادي. انما الفطار اللي هو بيبقى جبنه رومي ده فده ما بيعملش اي حاجه. يلا بينا بقى نعمل الغدا. وانا كان قدامي يا جماعه نص ساعه بالظبط علشان اعمل فيها الغدا. يوم الجمعه ده بيعدي بسرعه قوي، وانا كنت اتاخرت قوي لما ابدا في الغدا، كنت بعمل حاجات في البيت، فقلت انا عايزه اكله بسرعه كده. هي اكله من اختراعي اصلا. قطعت بطاطس وقطعت بصل وقطعت كمان طماطم وفلفل، وبعد كده كان عندي بانيه قطعته كمان مكعبات وحطيته. وبعد كده بقى بدات احط البهارات اللي انا بحبها. حطيت ملح، فلفل اسود، كمون، 7 بهارات، وبهارات فراخ وقرفه وكاري. الكاري بيبقى حلو قوي في الحاجات اللي فيها فراخ. واهم حاجه في الوصفه دي هي دبس الرمان، بيدي طعم حلو قوي قوي للاكله دي. وبدات بقى البس الجلافز واقلب كله مع بعضه. جنبهم رز وكده. خلاص الاكل خلصت بجد. الاكل خلصت في نص ساعه وبتستوي بسرعه قوي. انا بحطها في الفرن على اعلى درجه حراره، بحطها في الرف اللي تحت وبتستوي، بتاخد لونها. تشوف شكلها دلوقتي. انا بس كنت بجيب الزيت علشان احط عليها شويه زيت علشان تتحمر وتبقى حلوه لما تبقى في الفرن. وبس الاكله بتاعتنا خلصت يا جماعه، يعني كده احنا خلصنا خلاص. فوصفه غدا سهله قوي وطعمها تحفه. بس كده يا جماعه خلص فيديو النهارده. متنسوش تقولوا رايكم تحت في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. باي باي.